طلاب، هذا سؤال أيضا من الأسئلة الوزارية السابقة اللي تكرر بالسنين السابقة. طبعا هو يجي نفس الفكرة، بس مجرد أنه تتغير عندك الأرقام ويتغير عندك الإشارات أو الرموز وهكذا. أهم شي تفهم الفكرة شلون تحل. أجي على أول واحد. طبعا هذا هو عبارة عن جملة عددية تحتاج أنه شنو تبسطها. الجذور أنا هنا إذا حافظهن شلون أبسطهن مباشرة أنه أكتب. إذا ما حافظ تقدر تحلل العدد حتى تقدر تبسطه أكثر. طبعا أول شي أنزل جذر الخمسة وافتح قوس. هذا الجذر 125 جاي من 25 في 5، جاي من 25 في 5. يعني خلينا نكون ملاحظة هنا 25 تحت الجذر في 5. زين، جذر 25 هو طبعا من خصائص الجذور انت توزع الجذور عادي، فجذر 25 ايش قد يساوي لي 5، وجذر الخمسة تبقى تكون جذر 5. يعني هذا يتحلل هو عبارة عن 5 تحت الجذر 5. وعندي ناقص ال20 من جاية من 4 جذر، جاية من 4 في 5، 4 في 5. إذا هنا أقدر أقول إنه مثلا لا تقسم بهالطريقة هاي 4 في 5. جذر 4 ايش قد 2، وهاي تبقى تحت الجذر فيكون عندي جذر 5، فهنا حيكون عندي 2 تحت الجذر 5. طبعا هاي الطريقة اللي انت خاف ما حافظ الجذور شلون تفكهن. وايضا اكو طريقة اخرى اللي هي التحليل. مثلا عندك 125 دائما اذا عندي بالاخير 5 فانه دائما انه اقسم على 5. على 5 بيها ايش قد؟ بيها 25، على 5 بيها 5، على 5 بيها 1. كل اثنين يصيرون 1، واللي وحد يكون تحت الجذر، فيكون عندي 5 جذر 5 اللي هو نفسه هنا. نفس الحالة بالنسبة لل20 أيضا أتحللها، حيكون على ما طول عندي صفر هنا أقدر أحلل على 5 وأقدر أحلل على 2. أحلل على 2 مباشرة، على 2 بيها قد؟ بيها 10، على 2 بيها 5، على 5 بيها 1. إذا الاثنيناتين يصيرون شنو؟ 1، وهذا يصير تحت الجذر فيكون عندي 2 تحت الجذر 5 اللي هو هذا. ورا ما بسطت ذني أجي اما اتخلص من داخل القوس ما طول عندي ذني مش شابهات، اتخلص الافضل من داخل القوس او اوزع. بس ما طول عندي الجذور مش شابهة في عملية طرح، اذا مباشرة انه اطرح فيكون عندي يساوي جذر 5 تحت قوس 5 ناقص 2 حيكون عندي 3، وجذر 5 تنزل 1. فحيصير عندي جذر 5 نعم عاملة 1 في 3، وعندي جذر 5 في جذر 5 تنزل 5 1. اللي هي ايش من خصائص الجذور؟ انه جذر اي في جذر اي تساوي لي اي. فهنا يكون 3 في 5 تساوي لي 15، وينتهي الحال بالنسبة لهذا السؤال. طبعا هذا حخليه واجب عليك حتى تفهم شلون تحلل وشلون تفهم الموضوع اكثر.